السلام عليكم. الفيديو ده هحاول اوضح فيه برضو ازاي الناس اللي هتحتاج من الامارات ازاي يعرف رينج السعر، وازاي يعرف يختار عربية من الامارات تناسب المبلغ اللي معاه. مبدئيا احنا فكرة الجروب طبعا الاول استورد من كوريا باعتبار ان الكفاءة بتكون اعلى بالنسبة للمواصفات الكورية، ولكن في بعض الناس تواصلت معايا وقالت ان المبلغ اللي معاهم يعني 120,000 130,000 اقصى حاجة، مثلا 150,000 جنيه. 150,000 جنيه كان فترة قريبة جدا كان ممكن يجيب له HD مثلا من كوريا، وكان ممكن يدخله في MD كمان. فطبعا الموضوع اصبح دلوقتي فيه يعني مع السعر الصرف والكلام ده المبالغ دي بقت قليلة بالنسبة للمبالغ المتاحة في السوق. ففكرنا فكرة ان نشوف حد في الامارات، وباعتبار ان افضل جودة بالنسبة للخليج بالنسبة للعربيات كحالة الامارات وعمان وقطر. المتاح حاليا الامارات وقطر. الكويت غالية شوية لان طبعا الدينار يعني هم تعادلوا بالجنيه، هو الدينار هو دينار، فطبعا دي بعدنا عنها شوية. خلينا الامارات وقطر، والعربيات الى حد ما الحالة كويسة وممكن تجيب منها كويس. خلينا في الامارات. اذا عايز تعرف رينج السعر في الامارات وتختار السيارات من الامارات، ونفس الكلام برضو للناس اللي عايزه تويوتا كورولا، الماركات اللي زي التويوتا والكلام ده مش هتلاقوا على المواقع الكورية كتير يعني. ففكرنا الفكرة دي ان يبقى فيه كمان مصدر تاني في الامارات، اللي عايز من هنا براحته اللي مش عايز من هنا براحته. الموقع اللي هشتغل عليه اللي هو السوق المفتوح في الامارات. موقع انا كاتب اسمه هون على جوجل، السوق المفتوح الامارات، بضغط عليه هيدخلني على السوق المفتوح. طبعا السوق المفتوح ده شغال في الخليج بالكامل، بتغير الدولة بس، يعني هو شغال في السعودية، في الامارات، في سلطنة عمان، في كل الخليج تقريبا. انا هفتح الموقع هون من اوله عشان الناس تشوفه اهو. هبحث عن ايه؟ طبعا الموقع مش سيارات بس، سيارات وعقارات والعاب فيديو الى اخره. انا هخش على سيارات مركبات، وهتختار اول حاجة اللي هي سيارات للبيع. طبعا سيارات للبيع لان طبعا انت عايز تشتري. تمام. الماركات موجودة كلها قدامها هي، بس انا هبحث بطريقة تانية. مبدئيا نبحث عن النوع اللي انت عايزه. انا هختار من هنا مثلا، هاخد مثال حبيبة المصريين، طبعا كلنا يمكن من افضل العربيات الموجودة، والامانة كفاءتها عالية وناس كتير بتحبها، وانا نفسي مقتنع بها جدا يعني. إيه بالنسبة هنا بالنسبة للتويوتا برضو من الاول كده، يعني اللي عايز يدور على اسعار رخيصة بالنسبة للموضوع ده مبالغه قليلة، يفضل خليك مع المتسوبيشي، واختار المتسوبيشي لانسر بنفس الطريقة. طيب انا هاخد الاثنين هحاول ابينهم، ده المتسوبيشي اهو مثلا، واختار موديل اللانسر بنفس الطريقة، سواء اخترت دي او اخترت التويوتا، هي طريقة البحث على الموقع واحد. ادي التويوتا هي، اخترت التويوتا، انزل بقى تحت ابدأ ابحث عن الفئات بتاعتها. انت عايز تويوتا موديل ايه؟ مبدئيا هي افضل موديل يعتبر بيمشي، وفي 1600 وفي برضو منه 2000. دي بقى اللي هتقابلنا مشكلة على الموقع ده، ان مش هنعرف 1600 ولا 2000 غير اما تتفحص هناك. التويوتا كورولا موجودة قدامنا هنا، هختار الموديل بتاعي تويوتا كورولا. خلاص. طب سنة الصنع عايز من موديل كام؟ هقول له مثلا، الناس برضو اللي رنجها قليل هنقول له مثلا من موديل 2007 مثلا، 2007 ل 2008. مبدئيا موديل 2007 من افضل موديلات نزلت في العربيات التويوتا كورولا، من افضل الموديلات. ال 2007 هنا بدأ يظهر لي يعمل لي فلترة. نوع الهيكل طبعا احنا الكورولا كلها فيه سيدان وفيه هاتشباك، احنا خلينا سيدان. خلاص كده. دي معايير البحث الموجودة عندي بالنسبة للتويوتا كورولا. في معايير تانية. اما انزل تحت هلاقي حاجة هنا اسمها شاهد المزيد، برضو دي بتسهل معايا في عملية البحث. مواصفات اقليمية، مواصفات خليجي، مواصفات ياباني، امريكي، اوروبي. مثلا هختار مواصفات خليجية، او عادي مش شرط اختار من دي، خلينا في الموجود كله. نقل الحركة المهم جدا دي، طبعا انت كلنا بنحب الاوتوماتيك، اللي ذو احتياجات الخاصة يفضل يكون اوتوماتيك. نوع الوقود بنزين لان في ديزل. الالوان طبعا موجود عندك الالوان اللي عايز يختار. مواصفات داخليه، اللي طبعا دي المواصفات الارباج، البلوتوث، الحاجات اللي هي الاوبشن بتاع السياره. ما اعتقدش في 2007 هتلاقي اغلب المواصفات دي موجوده، خلي المواصفات كلها.
مواصفات خارجية، جنود ألمونيوم، فرامل GPS، كل دي مواصفات اللي انت لو عايز تحدد خليها كده ايه الحالة مستعمل ولا جديد. طبعا احنا شغالين على المستعمل، خليها زي ما هي. هنا بقى ممكن تحدد عدد الكيلومترات من كام لكام، من 1 ل 999، من 1000 ل 900 ل 9999، بتقدر تحدد عدد الكيلوات. الدهان هنا بقى دي مهمة جدا، الدهان اعاد دهانها كليا، اعد دهانها جزئيا، يعني دي مرشوشة بالكامل، دي مرشوش جزء منها، ده الدهان الاصلي. اخرى مبدئيا اي عربية احنا مش هناخد بكلام الموقع، لانه ده الكلام ده اللي بيكون كاتبه اللي حاطط العربية على الموقع، لازم تتفحص. يعني المرحلة التانية اللي المفروض الباشمهندس اللي هناك في الامارات هو مسؤول عن فحص العربية دي. حالة الهيكل طبعا دي بقى مهمة، اختار مثلا يفضل يا جماعة خلينا ممتازة بدون حوادث، يعني اختار عربية ما تكونش حوادث بحيث حتى الفحص بتاعها يبين. الجمرك والترخيص والكلام ده، انا اعتقد الكلام ده هناك اجراءات بالنسبة لها في الامارات. طريقة الدفع طبعا هتبقى كاش، بلد المنشأ، نوع الاعلان، السعر بقى لو عايز تحدد نطاق السعر من كذا لكذا، المدينة، تمام، المنطقة اللي فيها العربية، اعلانات هنا بقى خيارات اخرى، اعلانات مع صور، اعلانات مع سعر فقط، اعلانات مميزة، سيب كله زي ما هو. تعال هناخد عربية من دول كده ونعمل لها تقييم. مثلا دي عربية كورولا 2007، او ممكن اللي فوق زي ما انت عايز 2008. دي واضح جدا انها 1600 هي. اللون ده معرفش، انا واحد يعني في ناس ما بتفضلوش بس في ناس بتحبه، وما بقى علينا من اللون، انت المهم تعرف طريقة البحث على الموقع. تويوتا كورولا موديل 2008 هي، تمام. تعال بقى نشوف كل البيانات بتاعتها هنا. النوع تويوتا، سنة الصناعة 2008، الحركة اوتوماتيك، اللون ازرق، كيلومترات بتاعتها هي عاملة من 170 ألف تقريبا هي لحد 179 ألف. الحالة ممتازة بدون حوادث، المدينة في الشارقة. طبعا الفئة كورولا، مواصفات خليجي، وقود بنزين، حالة مستعمل. الدهان اعد دهانها جزئيا، يعني في حتت من العربية دي رشة. وطبعا الفحص هناك بأمانة، الفحص في الإمارات مفيش فيه كلام، يعني بيطلع زي ما الكتاب بيقول، حتى لو الكلام هنا فيه غلط الفحص هيطلع زي ما الكتاب بيقول. عموما أنا غرضي من الفيديو ده الأساسي إن الناس تعرف إزاي تختار من الموقع، عشان نقدر بعد كده تقدر مثلا تقيم على قد فلوسك العربية دي هتعمل كام. مبدئيا العربية دي سعرها في الإمارات 18500 درهم. طيب نحسبها كده زي العربية اللي زي لما حسبنا الكوري. ده بقى حساب العربية بتاعتنا. نحسب العربية بقى مبلغ السيارة بالنسبة لأي عربية. العربية دي كانت عاملة كام؟ 18500 درهم إماراتي. مبدئيا العربية دي أنا حسبت الدرهم على 8.25، ده السعر الموجود، أو على النت 8.13 تقريبا. أنا اديته زيادة شوية برضه لأن ممكن يكون السوق الميازي فيه زيادة، أو حضرتك شوف السعر كام وتدفعه. التاجر في الإمارات بياخد 1500 درهم على كل عربية، ده بالنسبة للعربيات الأقل من 200,000، أقل من 200,000 جنيه تكلفتها. دي في الغالب تكلفتها حوالي 200,000 يعني. عمولة التحويل 4.5%. عمولة التحويل بالنسبة للإمارات 4.5%. أنا عملت عمولة التحويل طبعا بتبقى على ثمن العربية، ده اللي هيتحول الإمارات مش عمولة التاجر. عمولة التحويل 4.5% تعمل حوالي 830 درهم إماراتي. شحن من الإمارات على شركة شرق الدلتا، ودي يعتبر من أفضل الشركات في الإمارات، تقدر تعمل لها تتبع زي ما أنت عايز. 2300 درهم إماراتي، تمام. الجمرك هنا طبعا المبلغ ده مكتوب غلط للأسف، ده الجمرك في عربية طالعة قريب 2007 نفس الموديل، مدفوع تقريبا ما يكملش 10,000 جنيه بالنسبة للمينا. طبعا أنا حاولت المبالغ اهيا. إجمالي العربية ده هيبقى 208,022، يعني حوالي 209,000 على ما تخلص من المينا. ممكن بقى تزيد ممكن تقل على حسب، يعني عمولة التحويل احنا اتكلمنا فيها ان 4.5% مبدئيا، ممكن تقل لكن مش هتزيد ان شاء الله على 4.5%، على حسب التحويل وقتها، على حسب التاجر يعني. ده بالنسبة للثمن او اجمالي تكلفة السيارة.
الجزء ده بقى هوري الناس برضو اللي مبالغها قليله، يعني دي كانت 18,500. لا انا هلغي البحث من هنا وهخلي البحث مثلا على الميتسوبيشي لانسر، دي من العربيات المعروفه في السوق المصري والرينج بتاعها كويس يعني. فهجيب الميتسوبيشي، وفي برضو الميتسوبيشي اهي. تعالى نشوف الموديلات بتاعتها. الموتسوبيشي دايما طبعا موديلاتها كتير، خلينا في لانسر دي اللي معشوقة المصريين زي ما بيقولوا يعني. لانسر موجودة خلاص. الموديل برضه هاخد من 2007 ل 2008 واشوف المعيار البحث بتاعي. في الموتسوبيشي مش في الغالب مش هيجيب لي كتير، لان يعني هي مثلا ظهرت كذا واحدة هي، دي مثلا 1000، دي لانسر نظيف، دي 1.3، دي يعني 1300. السعر طبعا أقل كتير هنا برضو 10,500. يعني التانية عملت 200,000، دول هيبقى أقل كتير من 200 إيه ألف. ممكن لو عملنا البحث بتاعنا الموديل شوية ممكن نلاقي مثلا من 2000، مثلا هخليها من 2005، يعني أكبر البحث شوية. ممكن كده ألاقي أسعار ان شاء الله، نلاقي اسعار اقل. في حاجات 10,000 اهي، في حاجات 14,000. طبعا المواقع برضو عشان تختار عربية عايز تدور مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل العربية المناسبة بالنسبة لك. في طبعا برضو من الاسعار الرخيصة في الامارات الافيو، في الشيفروليه كروز، لحد ما ماشيين في السوق المصري هم يعني. انا برجح دايما من الامارات يعني بالنسبه للاسعار القليله اللي الرينج قليل، التويوتا والميتسوبيشي على قطع غيارهم واقتصاديين في البنزين وكده. الشيفروليه والكلام ده برضو بقى قطع غير غالية شوية. ده بس للتوضيح، اللي عايز يختار من الموقع ده يشوف حتى رينج الأسعار، ونحاول إن شاء الله نخلي الراجل اللي معانا بإذن الله يقدر يوفر لكم العربيات من الموقع ده بإذن الله، يكون كويس بالنسبة لنا. والشكر للجميع، وربنا ييسر الأمور جميعا إن شاء الله، وكله يجيب سيارته على خير. السلام عليكم.